الاطفال ما بتعملش دايت قولا واحد. الدكتور اللي ما بيسمعلكش ما تروحلوش تاني. دي اول حاجه احنا اتعلمناها لما جينا ندرس تغذيه، ان احنا لازم ناخد الهيستوري بتاع البيشنت كام. حالات كتيره جدا بيكون عندهم باد هيستوري، للاسف ده بيأثر عليهم مدى الحياه. احيانا كتير جدا بتحصل فعلا مشاكل اضطرابات طعام بسبب الهيستوري بتاع البيشنت. دايما كان بيتقال له وانت صغير انت تخين، انت مفيش فايده منك، احنا مكسوفين من شكلك، انت مش مناسب انك تقعد معانا، ايه ده انت ازاي سايب نفسك كده. فبدأ الطفل يدخل من بدري جدا في مراحل من الدايت. ابنك عنده زياده في الوزن، ابنك عنده بطنه عاليه، ابنك عنده اي مشكله، ابنك ما بيعملش دايت، بتاخدي ابنك من ايده وتوديه لدكتور تغذيه يعلمه ازاي يبني عادات غذائيه صحيحه، يعلمه ازاي لو قدامه اختيارات كتير سيئه يختار بس الاختيار اللي هينفع صحته، اللي هيكمل بيه، من غير ما نقول ان هم يومين وهنرجع بعد كده للعك. الاطفال ما بتعملش دايت، ولكن بنبني عندهم عادات هنكون مسؤولين عنها. خلي بالك احنا بنعلم اولادنا كل حاجه، احنا بنبني عندهم ازاي يقدروا يفكروا بطريقه صحيحه، ازاي يقدروا ياكلوا بطريقه صحيحة. دايما بهتم لما طفل بيجي يتابع معايا لاول مره لازم بيكون في بينا سيشن طويله، لازم اهتم جدا في السيشن دي ان انا ما اسمعش منه كلمه دايت. انا مش عاوزاه يقول لي انا بعمل دايت، ولا يسمح لحد يقول له اعمل دايت. احنا رافضين تماما فكره ان الاطفال تعمل دايت، واحنا اتعلمنا كده وما ينفعش ابدا نكون بنروج للفكره دي. احنا اتعلمنا ان احنا بنبني عند الاطفال دول لايف ستايل، عادات طول عمرهم هيكملوا بيها من غير ما يعانوا. طفل هيتعلم ازاي يختار اكله بطريقه صح، ولو قدامه اختيارات كتيره جدا هيتعلم يشاور على الحاجات الصح وما يشاورش على الحاجات اللي هتضره. هو ده الهدف عندنا. مش الهدف عندنا ان انت تقف قدام المرايه ويتقالك ايه ده انت خسيت 50 كيلو، بس في النهايه صحتك مش كويسه، مش راضي عن نفسك، مش سعيد، مش مبسوط، مستني راي الاخرين فيك، وفي النهايه بيطلع عندك فعلا اضطرابات طعام. انا شكرا جدا لتعليقك، وفعلا تعليقك ده موجود جوه اذهان ناس كتيره جدا. حالات كتيره جدا بتعاني من اضطرابات الطعام. ما ينفعش تاخدي ابنك وتقولي له من هو عنده 5 سنين يعمل دايت، لا انت هتعلميه. احنا هنتعلم مع بعض ازاي نبني عادات صحيه، انا وانت، مش انت لوحدك اللي هتعمل دايت واحنا هنعك زي ما احنا عاوزين، لا كلنا هنتعلم مع بعض عادات غذائيه صحيحه. بناء العادات عند الاطفال اهم بكتير جدا من وزنهم. احنا بنبني عندهم عادات صحيه. لما الطفل يتعود على العادات الصحيه السليمه لما يكبر مش هيعاني، مش هيبقى عنده مشكله ولا هيبقى عنده اضطرابات طعام. اطفال كتيره جدا عندهم بوليميا او امراض كتير جدا من اضطرابات الطعام سببها الاساسي هو الباد هيستوري بتاعهم. وهو ده هدفنا في ستاند اب هيلثي، عيشها بصحه هتعيشها بكل سعاده. باي باي.